تعالوا يا جماعة نتكلم عن صفقات النادي الأهلي في الفترة الحالية. النادي الأهلي أعلن النهاردة بشكل رسمي ضم عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي وغزل المحلة السابق. عمرو الجزار هو مش أقوى المدافعين اللي موجودين، بس هو لعيب تقدر تقول ممكن تبني عليه الفترة اللي جاية. لعيب لسه برضه صغير في السن، 24 أو 25 سنة. كان بيلعب في غزل المحلة وكان عامل معاهم موسم استثنائي الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، كان بيأدي أداء محترم وكان قاب قوسين أو أدنى من النادي الأهلي في الصيف اللي فات. بس مستر ريبيرو والكابتن محمد يوسف فضلوا عليه أحمد رمضان بكم، وانتقل إلى البنك الأهلي في صفقة وصلت ل 15 مليون جنيه. الأهلي ضمه ب 60 مليون جنيه زائد احمد رضا اعاره للبنك الاهلي. في نفس الوقت الاهلي بيعلن النهارده عن التعاقد مع احمد عيد باك يمين نادي المصري البورسعيدي ونادي الزمالك ونادي الاهلي السابق. احمد عيد لاعب لسه برضه صغير في السن، لعيب عنده 25 سنه، لعيب كان منضم للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت. لعيب مش برضه مش هتقول إن هو هيجي يقعد محمد يعني، بس لعيب هيبقى حاطط منافسة وإن شاء الله خير، يعني الواحد متفائل بيه خير، ربنا ييسر له الحال. في صفقة تبادلية مع مصطفى العش، الأهلي خد أحمد عيد من المصري والمصري خد مصطفى العش من النادي الأهلي. النهارده برضه الأهلي أعلن عن التعاقد مع مروان عثمان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا. مهاجم عنده 23 سنه، لسه صغير في السن. مش هو المهاجم اللي النادي الاهلي بيدور على ضلته فيه، بس بيبقى متواجد كخيار مع لازم ندعم بمهاجم اجنبي. خلينا نشوف، هو النادي الاهلي واخده 6 شهور اعاره بنيه البيع. وقصاده نادي سيراميكا خد من النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد اعاره، وخد محمد عبد الله اعاره اللي نزل النهارده اول مباراه ليه قدر ان هو يسجل هدف. طبعا يوسف بالعمري الموضوع بتاعه خلصان تماما، والراجل خلاص جاي علشان يأدي الكشف الطبي. الفترة دي النادي الأهلي بيسابق الزمن على المهاجم الصريح. في كلام كتير، في كل يوم هتطلع تلاقي ناس بتعرض أسامي. الأهلي برضو شبه بيفنش مع 2 لعيبة، وهم هادي رياض لاعب بتروجيت. في جلسة بكرة بين مسؤولين النادي الأهلي وبين مسؤولين نادي بتروجيت، هل هيخلص فيها كل حاجة؟ الله أعلم. في كلام إن الموضوع واصل لغاية الأهلي عارض 40 مليون، والمفترض إن الصفقة هتتم بشكل رسمي بكرة. وفي لعيب تاني وهو هيبقى مهاجم تحت السن، هو جناح، وهو لعيب أنا شفته وتابعته بنفسي، لعيب حلو جدا جدا جدا، لعيب كده حاجة من ريحة بركات، اللعيبة اللي هي المهارية